كل يوم بنعيش مواقف كتيرة فيها تجارب بيع وشراء، سواء كانت منتجات أو خدمات أو حتى أفكار، وسواء كنا احنا مدركين ده أو لأ. من أول رجل الأعمال صاحب المشاريع والصفقات الكبيرة لحد صاحب الكشك الصغير اللي في الشارع اللي بيبيع شيبسي، مرورا بيك وانت بتحاول تقنع صاحبك وانتوا قاعدين على القهوة انه يدخل معاك في مشروع، او انت بتقنع مراتك بفكرة في دماغك، او انت بتحاول تقنع مديرك انه يظبطك في زيادة سنوية. الخلاصة زي ما قلنا قبل كده كتير إن البيع في الأساس هو فن الإقناع والتأثير، والصعب دلوقتي إن الناس بقى انتباهها قليل ومش بتركز وتسمع لوقت طويل. يعني أنت ما عندكش وقت كتير وأنت بتتكلم، يا تقنع بسرعة يا إما خلاص. فإزاي ده تقدر تقنع أي حد بسرعة؟ ده اللي إحنا هنتعلمه مع بعض في الفيديو ده، وهنشوف أمثلة كتير عملية وواقعية تساعدنا. فكوباية القهوة بتاعتك ويلا بينا. زي ما قلت لك ان احنا عايشين دلوقتي في عالم ايقاعه سريع، انتباه الناس وتركيزهم بقى قليل جدا. عشان كده اول 3 دقايق هم اهم فرصة ليك عشان تقدر تشد انتباه اللي قدامك وتكسبه، او تخسره تماما لو ضيعتهم في كلام مش واضح او مش مفيد. طيب، نعمل ايه؟ لازم تعرف في الاول ان البياع الشاطر مش هو الرخم اللي بيزن، ولا الحلنجي اللي بيعرف يضحك على الزبون. البياع الشاطر هو اللي يقدر يأثر ويقنع العميل اللي قدامه إن الحاجة دي هتفيده فعلا. أول حاجة وأهم حاجة، حاول تحدد احتياج العميل اللي قدامك بسرعة. هو عايز إيه وليه؟ اسمعه كويس عشان تفهم هو عايز إيه بالظبط، واسأل عشان تفهم ليه هو عايز يشتري، وساعتها هتعرف تبيع. العميل بيشتري عشان يحل مشكلة أو يحقق رغبة أو حاجة عنده. شطارتك بقى إنك توصل للاحتياج ده وتركز عليه. يعني مثلا لو انت بتبيع اجهزه لابتوب وقابلت عميل شغله كله سفر وانتقالات، فانت تركز على المزايا اللي تناسب احتياجاته هو، وتقول له انا برشح لك الجهاز ده، وزنه خفيف جدا وكمان بطاريته ممكن تقعد معاك طول اليوم. ولو بيشتري موبايل ما تقعدش تقول له ده بكذا وده بكذا وتقعد تصرف في مواصفات كتير. تعرف في الاول هو عايز ايه ومهتم بايه، تصوير، شغل، العاب. ساعتها هتقدر تقدم له اللي يناسبه فعلا، وساعتها هو هيشتري. ركز على نقط احتياجاته وقدم له الحل. حاول تربط المنتج بشعور إيجابي. الناس مش بتشتري منتج بس، الناس بتشتري تجربة ومشاعر. لازم تربط المنتج بتاعك بشعور إيجابي واضح، يخلي العميل يربط بين المنتج وبين إحساس وشعور جميل. عميل بيشتري ساعة ذكية، فممكن تقول له إنها مش بس فيها كل المزايا اللي هو محتاجها، دي كمان هتضيف تميز واضح وهتخلي شكله في منتهى الأناقة. لو عميل عندك جاي يشتري مكنة قهوة، بدل ما تقول له إنها عملية جدا وفيها إعدادات كتير، قول له إنك مش هتبقى محتاج تشتري قهوة وأنت رايح الشغل، وقهوتك هتبقى دايما طازة وجاهزة. غير إنها كمان هتبقى حاجة مميزة جدا قدام ضيوفك وأصحابك لما تقدم لهم قهوة أحسن من أي كافيه بره. الهدف هنا إنك تركز على المشاعر اللي ممكن المنتج يقدمها له. استخدم كلمات زي تخيل لو، أو هتحس إنك، ودي هتبقى أقوى وسيلة إقناع. استخدم لغة سهلة وواضحة، بلاش تستخدم كلام فني معقد أو مصطلحات صعبة. الكلام البسيط الواضح بيوصل الرسالة أسرع. عميل مثلا جاي يشتري غسالة أطباق، بدل ما تقول إن فيها 7 برامج وانفرتر تكنولوجي وساعتها قد كده، ممكن تقول إنك خلاص مش هتشيلي هم غسيل الأطباق بعد كده. ده غير إنها موفرة في استهلاك المية والكهرباء. انت حتى مثلا لو بتبيع كورس انجليزي فما تقولش انه 5 مستويات والمنهج اللي بيقدمه معتمد من كذا وكذا. خلي الكلام بسيط ومباشر. قول له الكورس ده هيساعدك جدا في شغلك وهتعرف تكتب الايميلات بشكل احترافي، وانك هتحس بفرق في مستواك من اول شهر. الكلام المعقد بيخلي اللي قدامك يحس انه محتاج يفكر كتير، لكن الكلام البسيط بيخليه يفهم الفايدة على طول ويشجعه على الشراء. القاعدة هنا، ما تخليش اللي قدامك يفكر، خليه يتخيل النتيجة. خلي العميل يجرب قبل ما يشتري. العميل لما يلمس المنتج ويجربه بيقتنع أسرع من أي كلام. خليه يتفاعل مع المنتج، يلمسه، يشمه، يلبسه، يشغله، يضغط عليه ويختبر متانته. المهم إنه ما يبقاش مجرد متفرج. ما تقولوش إن العطر ده ريحته جميلة وثابتة،
ولا إن الجزمة دي مريحة وسعرها كويس. الكلام لوحده مش كفاية ولا هيخلي العميل يقتنع بسهولة. لما تقول له جرب قبل ما يشتري بيثق أكتر في المنتج، لأنه جربه وشاف في نفسه النتيجة، وبيحس إنه مش بيدفع فلوس في مجرد وعد، لكن في نتيجة مضمونة، وبيبني ثقة بينك وبين العميل وتخليه يجيلك مرة تانية. ركز على الفايدة مش على المواصفات. الفايدة دايما أهم من المواصفات الفنية. أهم حاجة العميل يعرف إزاي المنتج ده ينفعه ويفرق معاه في حياته. أنت هنا بتبيع النتيجة مش المنتج. يعني مثلا أنت بتبيع لابتوب، ما تكتفيش بس إنك تقول للعميل إن هو معالج اي 7 و16 جيجا رام والهارد الداخلي بتاعه تيرا بايت اس اس دي. قول له مثلا إنك تقدر تشغل أكتر من 10 برامج في نفس الوقت ويخلص شغلك في وقت أسرع. ليه الفوائد أهم؟ لأن سرد المواصفات ممل، لكن شرح الفوائد محفز. الفايدة لوحدها مش مهمة لو العميل ما فهمش قيمتها. الفايدة بتقدر تلمس احتياج العميل بشكل مباشر، ولازم تعرف كويس كبياع شاطر إنك تحول المواصفات دي لفايدة هتعود عليه. عرض السعر بطريقة ذكية. اعرض السعر بطريقة تشجع العميل على قرار الشراء. ما تقولوش إن سعر المنتج ده 10,000 جنيه. العميل هنا هيفكر ده كويس ولا غالي، ولا هيدور على حاجة تانية سعرها أقل. إزاي تقدر تعرض السعر بطريقة ذكية؟ لو في عرض مثلا ما تقولوش إن في خصم 100 جنيه. قول له إنك هتوفر 100 جنيه لو اشتريت المنتج ده النهارده. ركز على كلمة توفير. لو عندك نظام تقسيط ما تقولوش أنت ممكن تقسط على سنة. قول له أنت ممكن تدفع بس 1000 جنيه في الشهر لمدة سنة. خليه يحس إن الرقم بسيط ومش هيتقل عليه. أو تستخدم مقارنة ذكية، زي إن القسط ده مثلا بتمن كوباية القهوة اللي أنت بتشربها كل يوم. خليه يحس بالخسارة من تأجيل قرار الشراء. يعني مثلا لو أنت بتبيع أجهزة تكييف، فأنت ممكن تقول أنت كل يوم بتقضيه من غير تكييف هو يوم زيادة بتعاني فيه من الحر. ده غير كمان زي ما أنت عارف إن الأسعار بتزيد كل يوم. الخلاصة، ما تعرضش السعر إلا بعد شرح الفايدة، وخلي العميل يحس إنه بيوفر ويكسب مش بيدفع فلوس بس. الثقة ولغة الجسد. عايزك تفهم إن لغة الجسد أهم من كلامك. الوقفة الثابتة، إيدك مش في جيبك، ظهرة وحركتها طبيعية وبتساعدك في شرح وتوصيل أفكار. ظهرك مفرود وراسك مرفوعة. عينك في عين الزبون 80% من الوقت وأنت بتتكلم. كلامك واضح، مش بسرعة ولا بتردد. لما تستخدم لغة جسد سليمة العميل هيحترمك أكتر، هيقتنع بخبرتك ويثق إنك تقدر تساعده. هيتخذ قرار الشراء بشكل أسرع. اسمع قبل ما تتكلم. زي ما قلنا البياع الشاطر بيسمع كتير ويتكلم أقل. ليه؟ عشان الناس مش بتحب الزن، والعميل بيتضايق لو حس إنك بتدفعه للشراء وهيهرب منك. لما تسمعه كويس هتعرف تحدد الاحتياج الحقيقي ورا كلامه. لما تسمع كتير هتكون مختلف عن معظم البياعين اللي هو بيقابلها. إزاي تسمع بذكاء؟ استخدم إيماءات الاستماع ووصل له إنك فاهم من غير ما تتكلم. عيد كلامه بطريقة تانية. قول له يعني أنت قلت إنك عايز كذا وكذا وكذا. اسأله أسئلة مفتوحة عشان تدفعه يتكلم كتير، زي مثلا كده إنك تسأله إيه المواصفات اللي أنت بتدور عليها. لما يخلص كلامه انتظر كام ثانية قبل ما ترد، لأنه ممكن يكمل ويقول معلومة تانية. مثلا جالك زبون عايز يشتري هدية خطيبته، ممكن ترد بسرعة وتقول له عندي مجموعة فواكه حلوة جدا تعالى أوريها لك. لكن صح اسأله إيه نوع الهدية اللي أنت بتدور عليها، هي بتحب إيه أكتر، إيه الميزانية اللي أنت بتفكر فيها. لما تسمع كويس هتعرف الكلمات الدلالية اللي هو استخدمها، وتديله حاجة هو بيدور عليها وهيشتريها بسرعة. وساعتها هتلاقي العميل بيقول لك وهو مبسوط أنت الوحيد اللي قدر يفهمني صح. انهي الصفقة بسرعة وذكاء. لما تحس إن العميل اقتنع لازم تاخد منه قرار الشراء بسرعة قبل ما يرجع يفكر تاني أو يغير رأيه. إزاي تعرف إن العميل جاهز لقرار الشراء؟ بدأ يسأل عن التفاصيل النهائية، مدة الضمان، التوصيل، طريقة الدفع. تلاقيه بدأ يمسك المنتج ويتفحصه بدقة لمدة طويلة. يبدأ يقول كلام إيجابي عن المنتج، حلو، كويس، ينفع في كذا أو كذا. إزاي بقى تقدر تتدخل وتنهي الصفقة بطريقة ذكية؟ في طريقة مباشرة ودي مش أحسن حاجة، زي إنك تقول تحب نكمل الإجراءات دلوقتي.
ممكن تستخدم طريقة الاختيار، زي مثلا إنك تقول له حضرتك هتختار الأسود ولا الأزرق. ممكن تستخدم طريقة العرض المؤقت عشان تخلق جواه إحساس بالندم لو ما اشتريتش دلوقتي، زي إنك تقول له مثلا فاضل 3 قطع بس من الموديل ده، تحب أحجز لحضرتك واحد؟ لو أنت شايف إنه مقتنع بس لسه متردد، اسأله بما إن المنتج عاجبك ومناسب لكل احتياجاتك فما في داعي للتأجيل، ولا إيه رأيك؟ اوعى تقع في الأخطاء دي، ما تضغطش عليه، ما تعملش خصم إضافي فجأة لأنه كده هيشك في السعر. حافظ دايما على هدوءك طول الوقت، ما تضيعش وقت إنك تعمل فاتورة أو تدور على ماكينة بي اس عشان تسحب فلوس، ولا كأنك تجهز المنتج وتحضره. في كتاب اسمه The 3 Minutes Rule بيقول لك لو عايز تبيع أي حاجة بسرعة فأنت محتاج تجاوب على 4 أسئلة مهمة جدا. السؤال الأول، أنت مين؟ يعني قدم نفسك أو منتجك بوضوح، يعني ما تجيش تقول مثلا إحنا بنقدم كورسات في التسويق الإلكتروني، صح إنك تقول إحنا أكاديمية كذا بنساعد أصحاب المشاريع الصغيرة إنهم يضاعفوا مبيعاتهم من خلال السوشيال ميديا. السؤال التاني، إزاي منتجك بيشتغل؟ اشرح الفكرة في خطوات بسيطة، وصل له إزاي اللي أنت بتقدمه بيحل مشكلة. يعني ممكن تقول بتتعلم في 7 أيام بس إزاي تنفذ وتدير كامبين احترافي على كل منصات السوشيال ميديا، وهتوفر فلوس كتيرة كان ممكن تدفعها. السؤال الثالث، إيه الدليل اللي يثبت صحة كلامك؟ شهادات أو ريفيوز من عملاء اشتغلوا معاك، أرقام وإحصائيات لناس زادت مبيعاتهم فعلا بسبب الكورس بتاعك، والأرقام أهم من أي كلام. السؤال الرابع والأخير، هل هتقدر تفي بالوعد؟ يعني إيه الضمان للي أنت بتقوله ده؟ فهتقول مثلا إنك بتضمن نتيجة واضحة خلال شهر لو التزمت بالتعليمات اللي إحنا قلناها في الكورس، ولو ما حصلش هتسترد اللي أنت دفعته. أنت كده هنا بتقدم للعميل الفكرة بتاعتك في ثواني مع أدلة واضحة وضمانات. في النهاية بفكرك وأقول لك تاني إن البيع مش مجرد موهبة، دي مهارة تقدر تكتسبها بالممارسة والتطوير المستمر. كل مرة هتتعلم حاجة جديدة وتطبقها هتحس بتطور في قدرتك على الإقناع والتأثير، ودي بداية نجاحك في كل مجالات حياتك. ودلوقتي يجي دورك، ابدأ اختبر نفسك وجرب كده تطبق النصايح اللي قلنا عليها، وشوف ازاي الناس هتبدأ تستجيب لك بطريقة مختلفة. مستني بمنتهى الشغف أشوف نتائج تجاربكم في التعليقات. قول لي النصيحة اللي انت جربتها وقول لي كانت ايه النتيجة، وخلينا كلنا نستفيد من بعض. ونتقابل قريب إن شاء الله.